اعمليها وجهّزيها لولادِك علشان تقوي جهاز المناعة عندهم في دخول الشتا. في الأول هنسمّي بالله ونصلّي على الرسول ونجيب الحلة، نحط فيها ربع كوباية من الزيت والزيت يكون فاتح وما لوش ريحة ونوعه يكون جيد. بعد كده هننزل بكوباية من الفول السوداني، هنبتدي إن إحنا نحمّرها كده لحد ما تاخد لون. بعد كده هننزل عليهم بكوباية من السمسم، وأنا مش عايزة أقول لكم على فوايد السمسم قد إيه، طبعًا كلّكم عارفين. طبعًا السمسم فيه كالسيوم، الكالسيوم بتاعه عالي جدًا. والفول السوداني طبعًا مفيد جدًا، جدًا، جدًا. بعد كده هننزل عليهم بقى كمان ب3 معالق كبار من الدقيق، هننزل بيهم تدريجيًا كده، بس أنا مش عارفة الشارع كله مشغّل حاجات دلوقتي يعني، مسجّل الفيديو ده الساعة 13:00. نزلت ب3 معالق كبار من الدقيق، وهابتدي إن أنا أحمّرهم كده لحد ما ياخدوا لون، بالشكل ده كده. بعد كده على طول بقى هننزل بمعلقتين من الحلبة المطحونة. الحلبة المطحونة يا جماعة اللي هي عاملة زي المُغات، تمام، مش اللي بنعمل بيها البسطرمة، لأ، الحلبة المطحونة اللي بنعملها زي المُغات كده، أو معلقتين من المُغات اللي موجود عندِك. حُطّي معلقتين ويا دوبك تلفّيهم لفة واحدة بس، مش أكتر من كده عشان ما تمرّرش. وبعد كده بننزل على طول بالعسل، بالشكل ده كده. هنا النار أنا كنت موطّياها تمامًا بقى، عشان ما يفورش منّي. عايزة أقول لكم إن دي أحلى طريقة مفتقة أو معقودة ممكن تعملوها، أو قولوا لي بتسموها إيه في بلدكم. بجد تحفة، قنبلة كده في الفيتامينات والمعادن والحديد وطبعًا كالسيوم، بجد تحفة. هنا بقى كمان خدت عصير نُص ليمونة، علشان دي هتبقى المادة الحافظة بتاعتنا. هاقلِّب بقى كويس جدًا كده لحد بس ما ياخدوا غلوتين 3، يعني لمدة دقيقتين وهاروح قافلة على طول. مش هازوّد أكتر من كده علشان العسل ما يتحرقش معايا، ولازم النار تكون واطية، بالشكل ده كده. عايزة أقول لكم حلوة حلاوة مش طبيعية، جرّبوها وأنتم مش هتبطّلوا تعملوها. أول ما هتبتدي تقلب كده على طول، هنبتدي إن إحنا بقى نوطّي عليها ونسيبها دقيقتين تغلي، وبعد كده هنفضّيها. هاقول لكم دلوقتي هنفضّيها ونحفظها إزاي. لو أنتِ بقى وصلتِ معايا لحد هنا من الفيديو يا ريت تصلّي على النبي، وعلّقي لو حتى بتَّم عشان يوصلِك كل جديد. هنا بقى نبتدي نحطها في البرطمانات بالشكل ده كده. أنا طبعًا لازم أفضّيها في البرطمان سخن، فلازم البرطمانات بتاعتِك تكون إزاز عشان ما تسيحش، عشان ما يسيحش منِّك. بُصّي بقى ده كده كان داخل على السيحان، بس أنا لحقته على طول وحطيته تحت المَيّة، فعشان كده خلّي بالِك. ف عادي بنحطها في المطبخ مش بنحطها في التلاجة، وبتاخدي منها كل يوم الصبح تعمليها لولادِك ساندوتشات أو تدّيها لهم بالمعلقة. عايزة أقول لكم تحفة والله يا جماعة، جرّبوها وما تنسوش تقولوا لي بتسموها إيه عندكم، مفتقة أو معقودة أو إيه بالضبط، وبس كده.